اهلا بيكم. انا دكتور محمد صابر، استشاري جراحات المناظير والسمنه المفرطه. الحقيقه انا ابتديت شغفي بجراحات المناظير والسمنه المفرطه 2006. مر علينا حوالي 20 سنه بالظبط. اتاثرت بناس كتيره جدا، حالات كتير مرت عليا اثرت فيا، ولكن في مريض واحد بيجي في بالي دايما، مريض اسمه عبد الله. المريض ده وزنه بالنسبه لنا ما كانش عالي قوي، حوالي 165 كيلو، عنده ضغط وعنده سكر وعنده مشكله اسمها خناق النوم، ان الدهون لما تراكمت على قفص الصدر بتاعه فبتأثر على حركة الرئة أثناء النوم، فالمريض مش بيعرف ينام كويس لأنه بيتخنق. مع الوقت درجة وعيه أثناء النهار ما بتبقاش كاملة كمان. مريض تقريبا بينام كل 3 دقايق في وقت الاستيقاظ بتاعه. ده أثر على حياته بصفة عامة. الضغط، السكر، الوزن، خناق النوم، كل ده ما أثرش عليه، ولكن خلى حياته تقريبا في جحيم. الحاجه الوحيده اللي خليته يجي لي العياده ان جاله ديسك عنقي. الديسك العنقي ده خلى عنده الم عنيف، بقى لا بيعرف ينام ولا بيعرف يقعد، وبقى وضع واحد انا ما انساهوش ابدا، هو ده المريح بالنسبه له كده. فضلنا طول فتره التحضير للجراحه وهو عامل كده. اجرى المريض عمليه تحويل مسار، الكلام ده من 10 سنين تقريبا، ولكن المفاجاه لي مريض اتولد من جديد. المريض حياته اختلفت 100%. انا قابلته بعد 6 شهور من العمليه، ما كنتش متخيل ان هو ده نفس المريض. الحمد لله نزل اغلب الوزن بتاعه، رجع لشغله، الديسك اتحسن بدون جراحه، مجرد ما فقد الوزن بتاعه. بيقول لي يا دكتور انا كل يوم كان ممكن اعمل فيه العمليه بدري، ده انا بندم عليه. دي دعوه ليكم، بليز ما تتاخرش، على الاقل ممكن تستشير، ممكن تعرف اذا كان في حلول متاحه ليك ولا لا، وما تطولش فتره معاناتك اكتر من كده.